أهلا أهلا. ساندويتش بيض مع الحلوم وراح يكون بمعجون الفليفلة. مو بكل معجون فليفلة معجون، لا، اللي عند صرة غير. وتراهم أول من طلعه للسوق طبيعي 100% وبدون ألوان صناعية. أحب أقول لكم إن فيه بارد وفيه حار، وفيه مقاس كبير وفيه مقاس صغير. أحب أقول لكم إنه تراه بيغنيكم عن معجون الطماطم، غير إنه ما فيه أي حموضة، والقوام مثل ما أنتم شايفين. مو بس للسندوتشات، لا، لأي طبخة تخطر على بالك، حتى الصواني والمشاوي. وعليها جبنة الحلوم المبشورة ورشة حلوة من الزعتر. نسخن الطاوة عليها زيت زيتون ونقلب فيها الخبزة. نترك الحلوم يذوب ونجي هنا شوية زيت زيتون. سخنا الطاوة زيت الزيتون وعليها البيض ورشة ملح درجة الاستواء اللي انتم تحبونها، وبعدها بيكون رشة سمسم وحبة صودا. نوصل الدرجة اللي انتم تبونها، وبعدين على طول على المنقوشة رشة بقدونس ونصفتها.